أهلا بيكم في كورس سفينكس لتداول الخيارات الثنائية. الكورس عبارة عن 8 محاضرات تراكمية، يعني لازم تركز كويس جدا وتستوعب كل محاضرة قبل ما تبدأ في المحاضرة الجديدة. طبعا انت ممكن يكون عندك علم مسبق ببعض المعلومات في الكورس، وده شيء كويس جدا مش شيء وحش، ولكن انت ممكن تتجنب بعض الشرح في المحاضرات، وده هو اللي شيء مش كويس، لأن أنا مرتب الكورس ترتيب معين بحيث إن المعلومات توصلك بشكل مرتب ومنظم، وكل معلومة يبقى ليها الأهمية الصحيحة عندك. هنتكلم في المحاضرة على أنواع حركة السوق، ونقاط البائعين والمشترين، والدعم والمقاومة ال SNR، وكيفية رسم SNR، وكيفية تحديد SNR قوي. طيب، مبدئيا بالنسبة لأنواع حركة السوق، احنا عندنا السوق بيتحرك في 3 اتجاهات فقط. عندنا الاتجاه الصاعد وبنسميه ترند صاعد أو أب ترند، وعندنا الاتجاه الهابط وبنسميه ترند هابط أو داون ترند، وعندنا الاتجاه الأفقي أو العرضي. يعني احنا عندنا السوق ما بيتحركش غير في ال3 اتجاهات دول فقط. طبعا السوق متغير دائما، يعني السوق ممكن يبقى صاعد بعد كده يهبط شوية، بعد كده يتحرك بشكل عرضي، بعد كده يصعد يهبط، يتحرك بشكل عرضي يهبط مرة أخرى. السوق دائم التغير. طيب، احنا ممكن نحدد حركة السوق على الشارت الواضحة أمامنا حاليا. وبالمناسبة الناس اللي ما تعرفش يعني ايه شارت، الشارت هو الرسم البياني، ولكن طبعا مصطلح أقصر وأسهل كتير نستخدمه على طول، فهتلاقوني بستخدم المصطلح ده على طول. طيب، عايزين نحدد دلوقتي حركة السعر في الفترة الواضحة أمامنا حاليا. عندي هنا السعر كان صاعد، وبعد كده هبط، وبعد كده صعد مرة أخرى، وبعد كده اتحرك بشكل أو في مدة قصيرة بشكل عرضي، وبعد كده هبط، وبعد كده بدأ يتحرك تاني بشكل عرضي، صعد، هبط، بعد كده صعد، وبعد كده اتحرك بشكل عرضي، صعد، وبعد كده داون ترند أو ترند هابط، وبعد كده ترند صاعد. يعني السوق دائم التغير. طيب، أنا عارف الكلام ده، أنا استفدت إيه من الكلام ده؟ استفدت إن أول شيء صفقتك بتعتمد عليه هو إنك تحدد حركة اتجاه السعر في الفترة الحالية. يعني مثلا هنفترض إن أنا عايز أدخل صفقة حاليا على اليورو USD، وهو ده الزوج اللي أنا فاتح عليه حاليا. أنا واضح عندي إن السعر هنا صاعد، يبقى أنا يفضل إن صفقتي تبقى صاعدة. طبعا ده مجرد يعني شرح بسيط أنا ليه بعرف حركة السعر صاعدة أو هابطة أو في شكل عرضي، إن ده بيبقى أول سبب لفتح صفقتي، إني أحدد اتجاه السوق وأتحرك أو أفتح صفقتي مع اتجاه السوق. طيب، أكيد خدنا بالنا إن السوق ما بيتحركش بشكل مستقيم، يعني السوق لما بيكون في ترند صاعد ما بيتحركش في الشكل ده، ولما بيكون في ترند هابط ما بيتحركش في الشكل ده، ولما بيكون في شكل أفقي ما بيتحركش في الشكل ده. السوق دايما بيتحرك في شكل زجزاج. يعني ايه في شكل زجزاج؟ يعني السوق لما بيكون في ترند صاعد بيتحرك بالشكل ده، ولما بيكون في ترند هابط بيتحرك بالشكل ده، ولما بيكون في شكل أفقي بيتحرك بالشكل ده. طيب، ايه اللي بيخلي السوق يتحرك في شكل الزجزاج ده؟ او ايه اللي بيخلي، ممكن نخلي السؤال افضل، إيه اللي بيخلي السوق ينعكس في المناطق دي؟ ايه سبب انعكاسات السعر في المناطق دي؟ تعالوا نشرحها بمثال سهل وواضح يوضح لنا النقطة دي. ولنفترض إن في مجموعة كبيرة جدا من المستثمرين عايزين يستثمروا في الذهب. ممكن نقول إن سعر الذهب حاليا 10 دولار، فيبدأ مجموعة المستثمرين بشراء الذهب عند سعر 10 دولار، وبالتالي الطلب على الذهب هيبدأ في ازدياد، وبالتالي سعر الذهب هيبدأ في ازدياد، لأن طبعا أي طلب على أي
شيء هيخلي سعره في ارتفاع. فيبدأ بعد ما مجموعة المستثمرين يبدأوا في طلب وشراء الذهب، سعر الذهب يبقى في ارتفاع، وده اللي بيبقى ظاهر قدامنا على الشرط، ترند صاعد. تمام. طبعا سعر الذهب هيفضل في ارتفاع لحد ما يوصل لنقطة معينة، ولنفترض ان النقطة دي عند سعر 15 دولار. يبقى مجموعة المستثمرين بدأوا بشراء الذهب عند سعر 10 دولار، فطبعا الطلب زاد على الذهب، وطبعا سعر الذهب بدأ في ارتفاع لحد ما سعر الذهب وصل ل15 دولار. بدأ هنا مجموعة المستثمرين يوقفوا شراء الذهب، وبدأوا يبيعوا الذهب اللي معاهم، لأن هم كده يعتبروا حققوا ربح. يعني سعر الذهب اشتروه ب10 دولار، وهيبدأوا يبيعوا في الذهب عند سعر 15 دولار. طيب لما بدأوا بالشراء كان عندنا في زيادة في الطلب، فكان عندنا في ارتفاع في السعر. لما هيبدأوا بالبيع ايه اللي هيحصل؟ هيبدأ العرض هو اللي يزيد والطلب هو اللي يقل. يعني العرض تغلب على الطلب، يعني البائعين تغلبوا على المشترين، يعني المشترين تحولوا لبائعين عند نقطة معينة، فبدأ السعر بالهبوط لأن قوة العرض كانت كبيرة جدا. وطبعا قوة العرض في أي شيء بتخلي قيمته تقل. يعني لما يكون العرض كبير جدا على أي شيء، سعره هيكون في انخفاض. طيب بعد ما سعر الذهب وصل ل10 دولار مرة أخرى، هيبدأ مجموعة المستثمرين مرة تانية بشراء الذهب من عند نفس السعر، فيبدأ زيادة الطلب على الذهب تزيد مرة أخرى، فيبدأ ارتفاع سعر الذهب يزيد مرة أخرى، فيبدأ سعر الذهب من عند نفس السعر يعلى مرة تانية، ولنفترض هيقف عند نفس السعر وهو 15 دولار. يبقى حصل عندنا هنا نقطتين مهمين جدا. حصل عندنا هنا انعكاس عند سعر 15 دولار، كان سببه إن المستثمرين أو المشترين للذهب كان في طلب كبير جدا على الذهب عند سعر 10 دولار، فحصل ارتفاع في سعر الذهب. وبعد كده الطلب على الذهب قل جدا، بدأ المستثمرين أو المشترين ببيع الذهب اللي معاهم، فيبدأ إن الطلب يقل والعرض يزيد، فيبدأ إن سعر الذهب يحصل فيه انخفاض قوي، فيبقى يتكون عندنا هنا انعكاس في السوق. نفس النقطة هنا، بعد ما المستثمرين باعوا الذهب اللي معاهم، بعد ما العرض على الذهب كان كبير جدا، فسعر الذهب كان في انخفاض. بدأوا من عند سعر 10 دولار، لما الذهب وصل ل10 دولار مرة أخرى، بدأت مجموعة المستثمرين في شراء الذهب مرة أخرى من عند نفس النقطة، وبالتالي الطلب على الذهب بدأ يزيد مرة تانية عن العرض، فيبدأ سعر الذهب في ازدياد مرة تانية. يبقى احنا كده فهمنا إن انعكاسات السوق بتحصل نتيجة، ممكن نقول العرض والطلب، وممكن نقول المشترين والبائعين، الاتنين واحد مش هتفرق. الفكرة إن أنت تبقى فاهم انعكاس السوق بيحصل ليه، أو ليه السعر بينعكس من عند النقطة دي أو النقطة دي. طيب حصل عندنا دلوقتي إن سعر الذهب وصل لنفس النقطة اللي انعكس منها مرة تانية. طيب جميل، أنا ممكن أستفاد إيه من النقطة دي؟ يعني أنا عند نفس النقطة اللي حصل من عندها انعكاس في السوق، ممكن أتوقع إن يحصل انعكاس مرة تانية. ليه؟ لأن أنا خدت بالي قبل كده إن الناس المشترين للذهب أو المستثمرين المشترين للذهب باعوا الذهب بتاعهم، أو النسبة الأكبر للمستثمرين باعوا الذهب بتاعهم عند سعر 15 دولار، وده اللي كان بسببه حصل انعكاس في السوق، وبدأ سعر الذهب في انخفاض. يعني أنا ممكن أتوقع إن لما سعر الذهب يوصل عند سعر 15 دولار مرة أخرى، ممكن أتوقع انخفاض مرة أخرى. طيب سعر الذهب فعلا انخفض ووصل لسعر 10 دولار تاني،
طيب أنا لاحظت إن عند سعر 10 دولار المشترين بيبدأوا بالدخول. الطلب على العرض الطلب على الذهب بدأ في ازدياد مرة أخرى، وسعر الذهب بدأ في الارتفاع من نفس المنطقة. يعني أنا عرفت إن عند سعر 10 دولار الطلب بيبقى قوي بالنسبة للعرض، والمشترين بيبقوا أقوى من البائعين، فبيحصل إن سعر الذهب يبدأ فيه ازدياد. يعني أنا ممكن أتوقع من نفس النقطة أو من نفس السعر إن يحصل دخول للمشترين. أتوقع إن المشترين هيوصلوا لنفس المنطقة أو عند سعر 15 دولار، وبعد كده ممكن يحصل انعكاس في السوق، لأن حصل عندي قبل كده انعكاس عند نفس السعر. حصل قوة للبائعين عند نفس السعر وضعف لقوة المشترين، فحصل انعكاس. يعني ممكن في نفس المنطقة أتوقع انعكاس مرة أخرى. وكمان اللي يأكد لي الموضوع ده، يعني هنا كان عندي انعكاس مرة واحدة، فأنا توقعت إن يحصل فعلا دخول للبايرز، لكن هنا كان عندي انعكاس مرتين. يعني ده شيء يأكد لي أكتر إن فعلا البائعين ممكن يبدأوا بالدخول من المنطقة دي. طيب دلوقتي بالنسبة للخطين اللي احنا رسمينهم دول، الخطين اللي حصل عندهم انعكاسات، الخطين دول بنسمي الخط اللي حصل عنده دخول للبائعين خط المقاومة أو منطقة المقاومة، لأن هي منطقة سعرية. يعني هو مش سعر معين، ده مجرد مثال، هي بتبقى منطقة سعرية. يعني ممكن نقول إن الانعكاس ده بيحصل عند مثلا سعر الذهب من 15 دولار ل16 دولار. يعني في المنطقة السعرية ما بين 15 دولار و16 دولار بيحصل انعكاس، عشان كده بتسمى منطقة سعرية. تمام. يبقى احنا حددنا إن المنطقة اللي بيحصل عندها دخول للبائعين، أو المنطقة اللي بتعكس السعر لما كان ترند صاعد عكست السعر بقى ترند هابط، بتسمى منطقة مقاومة. يعني ممكن نعتبر إن منطقة المقاومة هي عبارة عن سقف، يعني السعر ما يقدرش يخترق السقف ده. لما بيوصل للسقف بينعكس وبيرتد وبيبدأ في الهبوط. وبنسمي المنطقة اللي بيحصل عندها دخول للمشترين أو بيحصل عندها قوة في الطلب، فبيحصل عندها ازدياد في السعر وارتفاع في السعر، بنسميها منطقة دعم. ممكن نرسمها باللون الأخضر لأن هي منطقة سعرية بيدخل من عندها المشترين، والسعر عندها بينعكس من ترند هابط لترند صاعد. يبقى احنا كده عندنا هنا منطقتين بينعكس فيهم السعر. منطقة المقاومة اللي بتعكس السعر لما كان ترند صاعد بتعكسه تخليه ترند هابط، يعني منطقة المقاومة منطقة للبائعين. ومنطقة الدعم بتعكس السعر لما بيكون ترند هابط ويتحول وينعكس ويبقى ترند صاعد. يعني منطقة أو ممكن نقول عليها منطقة للمشترين لأنها منطقة دخول للمشترين، بنسميها منطقة الدعم. يعني ممكن نقول إن منطقة الدعم تعتبر أرض للسعر، السعر بيوصل للأرض دي وبعد كده بيبدأ يرتد وينعكس ويبدأ يحصل فيه صعود. طيب كويس. بالنسبة للمصطلح الدعم والمقاومة، لو خدت بالك هتلاقي المصطلح مسموش الدعم أو المقاومة، اسمه الدعم والمقاومة. ليه اسمه كده؟ أكيد في سبب للمسمى ده. طيب مبدئيا الدعم والمقاومة ليهم اختصار، مصطلح هتسمعه كتير جدا، وهو ال SNR. تمام. يعني ايه كلمة SNR؟ كلمة اسم SNR يعني دعم ومقاومة، الاتنين دعم ومقاومة. يعني الليفل المقاومة ده ممكن نقول عليه SNR، وليفل الدعم ده ممكن نقول عليه SNR. طب ازاي؟ هي مش ده المفروض ليفل مقاومة؟ يعني ليفل بيدخل من عنده البائعين فقط، وده المفروض ليفل دعم، يعني ليفل بيدخل من عنده المشترين فقط. ازاي ده يبقى اسمه ليفل دعم ومقاومة وده يبقى اسمه ليفل دعم ومقاومة؟ طيب مبدئيا كلمة SNR معناها Support and Resistance. للناس اللي يعني ما عندهاش معلومة دي، طبعا أكيد أغلبكم عندهم المعلومة دي، ولكن برضو لازم نبقى موضحين كل حاجة بالتفصيل. طيب تعالوا نشوف السعر هيتحرك ازاي على الذهب.
دلوقتي بعد ما السعر وصل لمنطقة المقاومة دي، احنا توقعنا انعكاس، وفعلا السعر بدأ في انعكاس، ولكن السعر جه عند المنطقة دي ووقف، وبعد كده السعر بدأ ينعكس من المنطقة دي، يعني ما وصلش لمنطقة الدعم اللي احنا متوقعين ان هو هيوصل لها، وبدأ بالانعكاس من المنطقة دي، وفجأة السعر صعد بشكل كبير جدا واخترق منطقة المقاومة دي. طيب بعد ما السعر اخترق المنطقة دي، بدأ بالانعكاس على منطقة المقاومة. طيب لو تفتكر أنا قلت لك اعتبر إن منطقة المقاومة دي عبارة عن سقف للسعر بيرتد منه السعر من الصعود للهبوط، منطقة الدعم عبارة عن أرض للسعر بيرتد منها السعر من الهبوط للصعود. طيب بعد ما السعر اخترق منطقة المقاومة دي، كان عندي منطقة المقاومة دي عبارة عن سقف للسعر، اخترق المقاومة وبعد كده بدأ بالانعكاس على نفس المنطقة. يبقى اللي حصل عندي دلوقتي إن منطقة المقاومة بعد ما كانت سقف للسعر اتحولت بقت أرضية للسعر، يعني السعر ممكن يرتد عليها، يعني منطقة المقاومة اتحولت من مقاومة لمنطقة دعم أو منطقة دخول للمشترين. يعني بعد ما السعر انعكس من المنطقة دي، أتوقع إن السعر يحصل فيه صعود، لأن هنا عندي منطقة دعم للسعر زي المنطقة دي وزي المنطقة دي، تعتبر هي نفس المنطقة دي. تمام، عشان كده بنقول عليه SNR، يعني دعم ومقاومة، لأن ليفل المقاومة ممكن يبقى دعم وليفل الدعم ممكن يبقى مقاومة. طبعا السعر لازم هيخترق الليفل في وقت معين، وليه أسباب طبعا للاختراق هنتكلم عليها في المحاضرات التالية. طيب ولنفترض إن السعر ما صعدش بالشكل ده، ممكن نجرب السعر مثلا بدأ من النقطة دي، بدأ فعلا بالهبوط زي ما احنا متوقعين بشكل كبير، وفعلا وصل للسعر اللي احنا متوقعين ان ممكن هيحصل دخول للمشترين من المنطقة دي، او هيحصل انعكاس في السوق من المنطقة دي، لانه حصل قبل كده انعكاس مرتين من نفس المنطقة السعرية. ولكن السعر كمل بقوة جدا وكسر ال SNR ده، أو منطقة الدعم دي، أو منطقة المشترين، ليها مسميات كتير جدا. كسر المنطقة دي، وبعد ما كسر المنطقة بدأ ينعكس، وقف على المنطقة دي تاني. طيب أنا كان عندي منطقة الدعم دي بتعكس السعر لما بيكون هابط، بيحصل انعكاس عندها ويبدأ المشترين في الدخول والسعر يبدأ في صعود. طيب دلوقتي السعر كسر المنطقة دي، يعني منطقة الدعم اللي كانت أرض للسعر، السعر بيرتد منها، اتحولت وبقت سقف للسعر، يعني السعر هيبدأ في الارتداد منها، ولكن اتحولت بقت منطقة مقاومة للسعر. يعني ممكن أبدأ أتوقع إن السعر فعلا هيبدأ بالانعكاس من المنطقة دي، ويبدأ البائعين بالدخول من نفس المنطقة دي. تمام، أعتقد كده الموضوع واضح. طيب هل السعر هيفضل يتحرك في نفس المنطقة؟ يعني هل السعر هيفضل يتحرك في نفس المنطقة دي؟ طبعا لا، السوق دائم التغير، يعني السعر ممكن يتحرك في المنطقة دي لفترة معينة، وبعد كده لازم هيخترقها سواء بالصعود أو بالهبوط. زي ما شرحنا إن ممكن السعر يخترق منطقة المقاومة، وبعد ما يخترقها تتحول منطقة المقاومة لدعم ويبدأ السعر في صعود، أو يخترق منطقة الدعم وبعد ما يخترقها تتحول لمنطقة مقاومة، وبعد ما ينعكس عليها مرة أخرى يبدأ السعر في هبوط. ولكن السعر، يعني احنا مثلا هنفترض ان مفيش اي مناطق مقاومة او دعم في المنطقة دي غير اللي احنا رسمينها. طيب هنيجي نلاحظ في السوق ان ممكن السعر يبقى في هابط، وما عنديش اي منطقة ممكن نقول عليها SNR، ما عنديش اي SNR في المنطقة دي غير ال SNR ده، والسعر يجي من عند المنطقة دي وينعكس بالشكل ده.
طيب الانعكاس ده يبقى ايه سببه؟ الانعكاس اللي حصل هنا ده ايه سببه مع ان ما عنديش في المنطقة دي SNR خالص؟ طيب الانعكاس ده بيبقى سببه ان زيادة العرض اللي خلت السوق ينزل من المنطقة دي للمنطقة دي. زيادة العرض دي قلت بشكل كبير، وزيادة الطلب عند السعر ده بقت أكبر من زيادة العرض، يعني قوة المشترين جت في المنطقة دي وبقت أكبر من قوة البائعين، فتكون عندي هنا انعكاس وبدأ السعر في صعود. طيب هل ده SNR؟ يعني هل السعر اللي حصل عنده الانعكاس ده SNR؟ ده ممكن نعتبره بداية جديدة ل SNR، لأن القنوات السعرية في قنوات سعرية ثابتة وقديمة، وفي قنوات سعرية بتتخلق من جديد. كل يوم بيبقى فيه قنوات سعرية لأن السوق طبعا دائم التغير. طيب هل ال SNR ده أقدر أعتمد عليه؟ يعني حصل عندي هنا انعكاس، يعني السوق كان ماشي بالشكل ده، كان بيتحرك بالشكل ده، بينعكس ما بين ال SNR ده وده، ما بين منطقة المقاومة دي وما بين منطقة الدعم دي، ولكن هنا انعكس في المنطقة دي. يعني هل ده SNR ممكن أعتمد عليه لو السعر هبط له مرة أخرى إن يحصل صعود؟ ده فعلا SNR جديد، ولكن ده مش معناها إن أنا ممكن أعتمد عليه، لأن بيحصل عندنا في السوق تغيرات دائمة. يعني زيادة العرض والطلب متغيرة تغير، زيادة العرض والطلب دائمة، يعني زيادة العرض والطلب دايما في تغير، يعني السوق دايما في تغير. طيب أنا إزاي هتوقع حركة القادمة للسوق والسوق دائم التغير؟ ما هو أكيد أنا بتوقع حركة السوق على أساس اللي أنا بحلله في الماضي وفي الحاضر، فبعد كده أقدر أتوقع المستقبل. ما هو إحنا عندنا السوق بيكون حركات ما نقدرش إن إحنا نحللها أو نتوقع الحركة التالية، وفي حركات للسوق وردود أفعال للسوق نقدر من خلالها نعتمد عليها ونتوقع الحركة المستقبلية للسوق. حركة زي دي أو رد فعل في السوق زي ده ما نقدرش نستفاد بيه في أي حاجة إلا لو السعر انعكس على نفس المنطقة دي مرة أخرى بالشكل ده، وبعد ما انعكس على نفس المنطقة دي مرة أخرى فعلا بدأ يحصل دخول للمشترين. في الحالة دي أقدر فعلا أستفيد من حركة السعر اللي حصلت في المنطقة دي، لأن بعد الانعكاس التاني على نفس المنطقة كده أنا اتأكدت إن ده فعلا SNR ممكن أعتمد عليه، وممكن يبقى ضمن تحليلي أو ضمن توقعي لحركة السعر القادمة لو السعر وصل لل SNR ده مرة تانية. أنا دلوقتي فهمت يعني إيه SNR. فهمت إن ال SNR يعني منطقة مقاومة أو منطقة دعم، وعايز دلوقتي أبدأ أحدد المناطق دي وألاحظ حركة السعر عند المناطق دي. هل فعلا بيحصل انعكاس لما السعر بيرجع لنفس المنطقة اللي أنا حددتها، أو هل السعر بيخترق المنطقة وبعد ما بيخترقها الليفل بيتحول من منطقة مقاومة لمنطقة دعم، أو من منطقة دعم لمنطقة مقاومة زي ما شرحنا في الرسم. لاحظ إن أنا فاتح الشرط الخطي، وأنا فاتح ده لسبب معين، وهو الناس اللي كانت بتتداول بالمؤشرات وبتعتمد عليها اعتماد كلي، وأنا كنت واحد من الناس دي. بدأت التداول بعتمد على المؤشرات اعتماد كلي. يعني كان اعتمادنا تقريبا على المؤشرات، يعني احنا ما بنحللش أي حاجة. يعني ما كانش لازم إن أنا أفتح الشموع اليابانية أصلا، كان ممكن أفتح أي نوع من أنواع الرسم البياني، مكانتش هتفرق معايا لأن أنا كده كده بتداول بالمؤشرات. وكان ممكن مثلا أقوم جايب مثلا، طبعا أنت مش هتعمل كده، أنا مجرد بشرح لك أو بوضح لك نقطة معينة. مثلا تقوم جايب، دي كانت أول حاجة استخدمتها تقريبا من سنين، أنا مش فاكر أصلا كان. طيب أيوة RSI.
بس كان ممكن أعمل كده، مش مضطر أفتح الشموع اليابانية أصلا ده، لأن أنا ما كنتش بستخدمها أصلا. أنا بستخدم المؤشرين دول. عندي هنا ال RSI لما بيوصل لمستوى التشبع للمشترين، وعندي هنا السعر لما يوصل لأعلى التشبع في البولينجر باند أبدأ أدخل صفقة بهبوط ب3 دقايق بقى، ب5 دقايق، ب7 دقايق، زي ما تيجي هي وحظها أو هي ورزقها. طبعا ده قمار وده حرام. ويبقى احنا كده حولنا التداول من دراسة وعلم وتوقع وتحليل لمجرد، يعني ممكن نعتبرها لعبة، عبارة عن قمار، أكننا بالظبط بنلعب قمار، وده طبعا حرام. ولكن احنا مكناش نعرف، أو يعني طبعا في البداية بيبقى الواحد مشوش، يعني لما بيكون لسه جديد في المجال وكده مفيش مشكلة. كلنا بنغلط. الفكرة إن إحنا بنتعلم من الغلط ونحاول نتعامل مع الشيء بشكل سليم. طيب إحنا ممكن نحول على الشموع اليابانية. أنا نسيت. تمام. هنيجي هنا على الكنسل. طبعا بعد ما فتحت الشموع تفاصيل كتير جدا وضحت في السوق. يعني الشموع اليابانية هي تعتبر المؤشر المضمون الوحيد اللي أنا أقدر أعتمد عليه. يعني أنا دلوقتي مش محتاج أضيف أي حاجة للشرط. ليه مش محتاج أضيف أي حاجة للشرط؟ لأن أنا عندي حاليا قدامي أكتر مؤشر مضمون ممكن أقدر أحلل من خلاله وأعتمد عليه. يعني هي الشموع اليابانية عبارة عن مؤشر. هي مش مؤشر، هي نوع من أنواع الرسم البياني، ولكن هي تعتبر المؤشر المضمون الوحيد ليك. طيب احنا دلوقتي عايزين نرسم أو نحدد منطقة دعم أو منطقة مقاومة، ونشوف هل فعلا السعر بينعكس من خلالها ولا لأ. عندي هنا في منطقة واضحة. طيب أنا هرسم المنطقة دي إزاي؟ طبعا أنا ما ينفعش أرسم المنطقة بالشكل ده. ما ينفعش أرسم المنطقة عبارة عن خط. ال SNR عبارة عن منطقة سعرية. يعني إيه منطقة سعرية؟ يعني مثلا السعر في الدهب كان بينعكس عند 15 دولار، كان بينعكس عند مثلا من 15 دولار ل15 دولار ونص. السعر ما بين 15 دولار و15 دولار ونص هي دي المنطقة السعرية اللي بينعكس عندها السعر. ممكن ينعكس عند 15 دولار و10 سنت، ممكن ينعكس عند 15 دولار و15 سنت. المهم إن هو ينعكس في المنطقة السعرية دي. فإحنا بنرسم المنطقة بخطين. برسم أول خط عند جسم الشمعة، وبرسم تاني خط عند ديل الشمعة الكبير. يعني مثلا أنا عندي هنا، واضح عندي هنا انعكاس. تعالوا ممكن نرسمها بشكل تاني. عندي مثلا حصل هنا السعر صعد وحصل انعكاس واضح. فأنا جيت رسمت أول خط عند جسم الشمعة، وبعد كده جيت رسمت تاني خط عند ديل الشمعة الأكبر. يبقى أنا عندي المنطقة دي كلها عبارة عن منطقة انعكاسية. طيب أنا إيه اللي حصل عندي دلوقتي؟ بعد ما السعر وصل للمنطقة الانعكاسية دي انعكس فعلا وبعد كده صعد. لاحظ إن السعر ما انعكسش من هنا، لأ، السعر لأن احنا قلنا إن هي منطقة انعكاسية، انعكس من آخر المنطقة الانعكاسية وبدأ فعلا بالهبوط مرة أخرى. طيب يعني أنا ممكن أتوقع إن السعر لو وصل لنفس المنطقة دي مرة تانية يحصل عندي انعكاس ويحصل عندي هبوط ويحصل عندي دخول للبائعين. تمام. ممكن أنا رسمت المنطقة، لو رجعنا هنا تاني هنلاقي فعلا إن السعر وصل للمنطقة وحصل انعكاس فعلا وحصل دخول للبائعين. رجع انعكس للمنطقة تاني وحصل مرة تانية دخول للبائعين. وهنا برضو يعتبر وصل للمنطقة وحصل دخول للبائعين، ولكن انعكس قبل المنطقة بشكل بسيط. هي الشمعة دي وصلت للمنطقة وبعد كده انعكست بشكل كبير. طبعا عندنا هنا في فراغ، ده هنتكلم فيه في المحاضرات القادمة. طيب ممتاز.
عايزين نحدد ليفل تاني في منطقة تانية. أنا هرسم دلوقتي الليفل عن طريق إيه؟ يعني أي منطقة انعكاسية هقدر أرسم فيها ليفل. أي منطقة انعكس منها السعر أقدر أعتبرها SNR. يعني هنا أقدر أعتبرها SNR، ممكن أعتبر إن ده SNR، ده SNR، وده SNR. كل المناطق اللي انعكس فيها السعر تعتبر SNR. ولكن إحنا عايزين نحدد المناطق اللي انعكس فيها السعر أكتر من مرة. طيب هنا عندي في حاجة كويسة جدا. هنفترض إن أنا عندي سعر وصل للمنطقة دي وبعد كده انعكس وصل للمنطقة دي، فأنا هاجي هعمل كده، هجيب الخط بتاعي اللي برسم بيه ال SNR. رسمت أول خط عند جسم الشمعة وتاني خط عند ديل الشمعة، يعني الديل الأكبر للشمعة أو أطول ديل للشمعة. رسمت حددت المنطقة اللي بينعكس منها السعر. يعني إيه اللي هيحصل دلوقتي؟ يعني أنا ممكن أتوقع إن السعر لما يرجع ينعكس على المنطقة دي تاني، ممكن أتوقع انعكاس. ده حقيقي، السعر وصل لهنا وبعد كده ارتد وبعد كده وصل للمنطقة دي تاني، فأنا رسمت ال SNR بتاعي. بعد كده السعر ارتد وبعد كده صعد وارتد مرة أخرى وبعد كده صعد وصل لل SNR اللي أنا حددته، وبعد كده فعلا بدأ بالانعكاس وحصل دخول للبائعين. يعني عندي فعلا توقعي كان صحيح. لما السعر انعكس مرتين من ال SNR توقعت إن لو السعر وصل لل SNR تاني هينعكس مرة تانية، وده فعلا اللي حصل. وبعد كده السعر انعكس مرة رابعة وبدأ فعلا بالانعكاس بشكل كبير جدا. طيب عايزين نلاحظ، احنا دلوقتي رسمنا هنا SNR وعرفنا إن السعر كل مرة بيوصل لل SNR ده بينعكس. طيب عندي هنا السعر حصل قوة كبيرة جدا في الطلب أو قوة كبيرة جدا للمشترين، وبدأ السعر كسر أو اخترق ال SNR ده. وبعد كده إيه اللي حصل عندي؟ بعد ما اخترق ال SNR حصل ارتداد، فتحول ال SNR من مقاومة أو بيعكس السعر لما بيكون صاعد إلى هابط، اتحول لمنطقة دعم. فلما السعر هبط على منطقة الدعم انعكس وصعد بشكل كبير. يعني عندي بدل ما كانت المنطقة منطقة مقاومة في المنطقة دي، اتحولت هنا بقت منطقة دعم بعد الاختراق. ممكن نرجع نشوف نفس الليفل هنا. طبعا ده كسر كاذب هنتكلم عليه في المحاضرات التالية، ملناش دعوة بيه دلوقتي. عندي هنا فعلا السعر وصل لمنطقة لل SNR اللي احنا حددناه وبعد كده صعد بشكل كبير، يعني مازال يعتبر منطقة دعم. ممكن نرجع نشوف هل السعر هيوصل له مرة تانية. ممتاز. طيب أنا عندي هنا السعر اخترق ال SNR. لاحظ إن عندي السعر لما بيجي يخترق ال SNR حصل قبل كده بتلاقي قوة في الشموع غير طبيعية. يعني لاحظ هنا عشان يخترق هنا مثلا، قبل ما يخترق ال SNR كانت يعني السوق بيتحرك بشكل طبيعي، الشموع سيولتها متوسطة أو أحجام الشموع متوسطة، السوق بيبقى شكله طبيعي. ولكن هنا لاحظ إن أحجام الشموع كبيرة جدا والشموع قوية جدا بحيث إن هي تقدر تخترق ال SNR ده. لو رجعنا هنا تاني احنا تقريبا عدينا النقطة. تمام. لو رجعنا هنا تاني هنلاحظ إن برضو أحجام الشموع كانت قوية جدا بحيث إن البائعين يقدروا يخترقوا المنطقة دي، منطقة الدعم أو ال SNR دي، وفعلا اخترقوها. طيب بعد ما اخترقوا المنطقة إيه اللي حصل؟ السعر فعلا انعكس مرة تانية على المنطقة وتحولت من منطقة دعم لمنطقة مقاومة، وفعلا حصل هبوط في الشمعة دي للبائعين بعد ما السعر انعكس على الليفل والليفل اتحول لمنطقة مقاومة. وبعد كده السعر صعد على منطقة المقاومة أو على ال SNR مرة أخرى وانعكس تاني بشكل كبير، وبعد كده صعد عليه
مرة أخرى وانعكس برضو مرة تانية، وبعد كده اخترق ال SNR، وبعد كده انعكس عليه بعد الاختراق، وبعد كده انعكس بشكل تاني، يعني تحول فترة صغيرة جدا لليفل مقاومة، وبعد كده بيتحول لليفل دعم، وبعد كده بيتحول لليفل مقاومة. كل ما السعر بيخترق الليفل بيتحول من ليفل مقاومة الأول، من ليفل مقاومة لدعم، أو من ليفل دعم لمقاومة. لاحظ هنا بعد ما السعر انعكس منه اخترقه، برضو أحجام الشموع كانت قوية، وبعد الاختراق بدأ اختراقه تاني، برضو أحجام الشموع كانت قوية، وبعد كده انعكس عليه فتحول لليفل دعم، وبعد كده بدأ بالارتداد في صعود، وبعد كده بدأ بالانعكاس مرة تانية، وبدأ في الارتداد مرة تانية. لاحظ إن الموضوع بسيط جدا، هو بس محتاج تدريب يعني يبقى عندك المعلومات الكافية، وتدريب لعينك، يعني لازم تمرن عينك على إنك تلاحظ الكلام ده بشكل سريع. عندي هنا مثلا بعد ما السوق صعد ارتد على ال SNR مرة تانية، وبعد كده انعكس. ممكن نجيبه بالشكل ده. بعد كده هبط على ال SNR مرة تانية، وبعد كده ارتد هبط عليه مرة تانية، وبعد كده صعد. لاحظ ان كل ده هو نفس ال SNR اللي احنا رسمناه قبل كده. رسمنا SNR عكس السوق 4 مرات، السوق اتعكس من نفس ال SNR بشكل كتير جدا او قوي جدا. وخلي بالك احنا على فريم ال5 دقايق، يعني كل شمعة من دول 5 دقايق، يعني كل ده احنا يعتبر في نفس اليوم. لاحظ كان عندنا كام فرصة ممكن ندخل فيها في صفقات في نفس اليوم بمجرد منطقة أو SNR احنا رسمناهم وتأكدنا من قوتهم. بعد ما عرفنا ايه هو ال SNR وعرفنا ازاي بنرسمه وبنحدده على الشرط، ولاحظنا ردود أفعال السوق عند ال SNR، سواء كان بينعكس منه أو بيخترقه وبعد كده بيرجع ينعكس عليه ويتحول ال SNR من منطقة مقاومة لمنطقة دعم، أو العكس من منطقة دعم لمنطقة مقاومة. احنا دلوقتي عايزين نحدد ال SNR القوي اللي نقدر نعتمد عليه بشكل كبير، ونتجنب ال SNR الضعيف، لأن طبعا كل ما كان ال SNR قوي كل ما كان توقعك إن السوق ينعكس من ال SNR أكبر، فطبعا نسبة نجاح صفقتك هيكون أكبر. طيب، علامات ال SNR القوي، عندنا 3 علامات بيحددوا لنا ال SNR القوي. أول علامة وأهمهم وهي انعكاس السوق على نفس ال SNR على الأقل 3 مرات. يعني مثلا لو عندي SNR بالشكل ده، تمام، السوق انعكس عليه 3 مرات أو 4 أو 5، عندي السوق انعكس بالشكل ده. طيب أنا حاليا عندي 3 انعكاسات من على نفس المنطقة الانعكاسية، أو عند نفس السعر، أو عند نفس ال SNR. حصل عندي 3 انعكاسات، يعني أنا في الحالة دي اتأكدت إن ال SNR ده SNR قوي، وإن لو السعر رجع وصل لنفس ال SNR ممكن أتوقع بنسبة كبيرة جدا إن السعر ينعكس مرة تانية، لأن أنا اتأكدت من قوة ال SNR، لأن السوق انعكس من نفس ال SNR ده أكتر من مرة. طيب، تمام، ممكن ال SNR يبقى مثلا شكل مقاومة، يعني بيعكس السوق الصاعد ويخليه هابط. عندي مثلا السوق كان بالشكل ده، صعد لل SNR ده وانعكس، صعد له تاني وانعكس، وبعد كده صعد له مرة تانية وانعكس. طيب أنا عندي حاليا أكتر كمان من 3 انعكاسات، وده شيء يخليني أتأكد إن برضو ال SNR ده SNR قوي جدا. كل ما زادت الانعكاسات كل ما اتأكدت من قوته. طيب يعني لو السعر رجع وانعكس ووصل لل SNR ده مرة تانية، أتوقع بنسبة كبيرة جدا إن يحصل عندي انعكاس ويحصل عندي هبوط من نفس ال SNR ده. طيب، ممكن
الانعكاسات تبقى عندي بالشكل ده. لو نفترض عندي هنا مثلا SNR، تمام، لاحظ ان انا برسم ال SNR منطقة، ما برسموش خط، برسمه خطين لان هو منطقة، فعايز اعودك على الموضوع ده. طيب انا رسمت هنا SNR، تمام. ممكن السوق يكون مثلا صاعد، وبعد كده انعكس مرة أخرى، وبعد كده صعد مرة تانية، وبعد كده انعكس، وبعد كده اخترق ال SNR ده، وبعد كده انعكس مرة تانية، وبعد كده انعكس من ال SNR مرة تانية. طيب جميل. أنا عندي هنا ال SNR عكس السوق مرة كان منطقة مقاومة، وعكسه مرة تانية كان منطقة مقاومة برضو، وبعد كده السعر اخترق ال SNR ده وانعكس عليه مرة تالتة، اتحول ال SNR لمنطقة دعم. ما عنديش أي مشكلة برضو، حصل عندي 3 انعكاسات على نفس ال SNR، سواء ال SNR كان منطقة دعم أو مقاومة مش هتفرق، أهم حاجة يبقى عندي انعكاسات كتير على نفس ال SNR ده يأكد لي قوته. يعني أنا هنا أتوقع إن لو السعر وصل لل SNR ده مرة تانية، أتوقع صعود وأتوقع انعكاس من نفس المنطقة دي بنسبة كبيرة جدا، لأني اتأكدت من قوة ال SNR عن طريق إن انعكس منه السوق على الأقل 3 مرات. طيب عايزين نطبق على الشرط. طيب أنا حاليا على ال GBP USD، عندي فيه ترند هابط واضح جدا، وعندي السوق وصل للمنطقة دي، وبعد كده بدأ بالانعكاس، وبعد كده رجع لنفس المنطقة تاني وانعكس تاني. يعني عندي انعكاس في السوق من نفس المنطقة السعرية، يعني أقدر أرسم SNR. خلينا نقول على ال SNR level أفضل. يعني هنا أقدر أرسم ليفل بالشكل ده. طبعا هرسم أول خط عند جسم الشمعة، وتاني خط عند ديل الشمعة. رسمت المنطقة الانعكاسية أو الليفل بالشكل ده. ده طبعا منطقة دعم، لأن يعني عكس الترند الهابط وأصبح ترند صاعد، وبعد كده السوق رجع تاني لنفس المنطقة وانعكس منها مرة تانية، وبعد كده السوق رجع لنفس المنطقة وانعكس منها مرة تانية. يعني كده أنا اتحقق عندي الشرط، عندي 3 انعكاسات من نفس من نفس الليفل. يعني أتوقع لو السعر وصل لنفس الليفل مرة تانية، أتوقع صعود بنسبة كبيرة جدا. هو بصراحة أنا أتوقع في الشكل ده كده، أتوقع هيحصل كسر لل SNR ده أو للليفل ده، ولكن طبعا هنشرح الكلام ده بالتفصيل، مش عايزك تشغل دماغك بالموضوع ده دلوقتي. يعني حاول تركز في المعلومات اللي بقولها لك، وبالترتيب هتلاقي الموضوع سهل وبسيط. فإحنا دلوقتي عندنا هنا 3 انعكاسات من نفس ال SNR. يعني نتوقع لو السعر وصل لنفس ال SNR ده مرة تانية، نتوقع يحصل انعكاس. طيب عايزين نشوف مثال تاني. عايزين نحدد SNR ونشوف هل فعلا السوق انعكس منه مرة تانية ولا لأ. محتاجين نحدد. طيب هنا برضو عندنا كسر كاذب. عايزين نجيب مثال سهل ما يدخلناش في نقط هنشرحها في المحاضرات التانية. احنا شرحنا المثال ده تقريبا. طيب ممتاز. لاحظ كده ال SNR ده أو الليفل ده، أنا كان عندي هنا حصل انعكاس، تمام. ممكن نحدد الانعكاس بالشكل ده. هقولك على طريقة كويسة جدا ترسم بيها الليفلات، ولكن بعد ما نخلص شرح. تمام، حصل عندي هنا انعكاس في السوق، تمام. طيب لاحظ إن السعر اتحرك بشكل كبير، وبعد كده بدأ بالهبوط مرة تانية وكسر ال SNR ده. طبعا كل ده احنا مش متأكدين من قوته، احنا عندنا مجرد انعكاس في السوق بالشكل ده، ورسمنا خط أو رسمنا منطقة تحدد لنا إن حصل في نفس المنطقة السعرية دي انعكاس. لاحظ إن بعد كده السوق رجع بعد ما حصل اختراق للليفل ده،
صعد للليفل مرة أخرى وبعد كده حصل انعكاس. يبقى احنا كده حصل عندنا أول انعكاس وتاني انعكاس. لاحظ بعد كده السوق رجع صعد لنفس الليفل وحصل انعكاس بشكل كبير. يبقى احنا كده عندنا اتكون 3 انعكاسات من على الليفل ده، يعني احنا اتأكدنا من قوة الليفل ده. لاحظ كده السعر هبط وبعد كده صعد مرة أخرى وفعلا انعكس من على نفس الليفل ده. تمام. ممكن نتابع نفس الليفل ونشوف هل السوق هينعكس منه مرة تانية ولا لأ. لاحظ كده هنا عندي في انعكاسات، طبعا هنا في فجوات أو في جاب، دي هنشرحها بالتفصيل بعدين، ولكن السوق فعلا صعد وبعد كده هبط من نفس الليفل. لاحظ كده ان عندي هنا زي ما شرحت قبل من شوية ان كان عندي قوة كبيرة جدا للمشترين او للبايرز، او قوة كبيرة جدا اتكونت عشان يقدروا يكسروا الليفل ده او المنطقة السعرية دي. وبعد ما كسروا المنطقة السعرية دي انعكسوا فعلا على نفس المنطقة، اتحولت لليفل دعم، وبعد كده بدأ فعلا السعر في صعود. تعالوا نتابع نفس الليفل. هنا طبعا عندي لاحظ كده أحجام الشموع كبيرة جدا، والسوق في الشكل ده أو السوق في الوقت ده كان غريب جدا. ده بيبقى وقت أخبار، ده طبعا السوق ما بيحترمش أي حاجة، عشان كده بنتجنب الأوقات دي. فهنا لاحظ إن السوق ما احترمش الليفل ده بأي شكل من الأشكال. ولكن هنا بعد ما السوق هيرجع ينتظم، أو بعد ما السوق هيرجع يعني يتحرك بشكل منتظم إلى حد ما، لاحظ بعد قوة السيلرز دي أو قوة البائعين دي السوق فعلا رجع وانعكس مرة أخرى من نفس الليفل، وبعد كده رجع انعكس مرة تانية من نفس الليفل مرة تالتة، وبعد كده اخترقوا طبعا بقوة كبيرة جدا من البايرز عشان يقدر يخترقوا، وبعد كده انعكس على نفس الليفل مرة تانية وانعكس عليه. حتى هنا لما السعر كان بيحاول يخترق الليفل، فعلا السعر اخترق الليفل، ولكن حصل عندنا دخول برضو للمشترين بشمعة واحدة، لأن الليفل عندنا كان ليفل قوي، وبعد كده البائعين اخترقوا الليفل. هل عندنا السوق صعد لنفس الليفل تاني؟ لا كده خلاص. طيب اعتقد ان احنا كده شرحنا ازاي نحدد SNR قوي، وازاي نقدر نختبره في السوق، وهل فعلا بيعكس السوق بشكل كبير ولا مجرد SNR ضعيف السوق ما يحترموش وما نقدرش نعتمد عليه. يبقى احنا كده عرفنا اول علامة في ال SNR القوي، وهي ان السعر بينعكس منه على الاقل 3 مرات. تاني علامة وتالت علامة هما يعتبروا مرتبطين ببعض جدا، ولكن هنشرح هما ليه مرتبطين ببعض في تقريبا المحاضرة الخامسة في دمج الشموع. آه طيب، ايه العلامة التانية؟ هي ان لو حصل عندي انعكاس في السوق يحصل عندي دخول لمومنتم. يعني ايه مومنتم؟ يعني لاحظ هنا السوق كان هابط بشكل كبير جدا وبعد كده انعكس من المنطقة دي، ولكن لاحظ هنا ان البايرز ما دخلوش. مثلا زي في الشكل هنا حصل عندي هنا دخول للبايرز، دخول للمشترين، دخلوا بشمعتين وبعد كده السيلرز دخلوا بشمعتين وبعد كده البايرز دخلوا بشمعتين. هنا الموضوع مختلف. هنا عندي ايه؟ هنا عندي 4 شموع متتاليين للبايرز، ما فيش في وسطهم أي شموع للسيلرز، يعني مختلفين، مش زي مثلا الشكل ده، مش زي الشكل ده. 4 شموع متتاليين من نفس القوة، ده بنسميه مومنتم. وممكن نحسب المومنتم من 3 شموع، ولكن أنا بفضل أحسب إن ده مومنتم على الأقل من 4 شموع، أبدأ أسمي ده مومنتم. تمام. طبعا المومنتم ده بيدل على قوة، يعني المومنتم للبايرز بالشكل ده بيدل على قوة البايرز في السوق في الفترة دي. طيب يعني أنا حصل عندي انعكاس وبدأ يحصل عندي دخول مومنتم للبايرز، يعني أنا ممكن أقول على الليفل ده أو على ال SNR ده إن ده SNR قوي وممكن أعتمد عليه
بعد كده. طيب عندي هنا السوق كان صاعد وبعد كده وصل هنا للمنطقة دي، وبعد كده بدأ بالانعكاس. لاحظ برضو عندي هنا مومنتم قوي جدا للسيلرز، حوالي 6 شموع متتاليين للسيلرز، ده مومنتم للسيلرز. يعني ممكن أقول على ال SNR أو أقول على الليفل ده ليفل قوي. تمام. تمام. طيب عندي العلامة التالتة وهي تعتبر يعني شبيهة جدا للعلامة التانية، هي تعتبر نفسها، وهنفهم ليه بقى بعد كده هي ليه تعتبر نفس العلامة التانية. وهي دخول شمعة قوية من الليفل. كان عندي هنا داون ترند قوي جدا أو ترند هابط قوي، وصل لمنطقة معينة وبعد كده حصل عندي دخول لشمعة قوية جدا، شمعة للبايرز. تمام. دخول شمعة قوية جدا في الانعكاس ده بيدل على ان ال SNR ده او الليفل ده ليفل قوي. تمام. يعني ده يعتبر ليفل قوي ممكن اعتمد عليه في صفقة في المستقبل. لو السعر وصل لنفس الليفل ممكن ابدأ ادخل مع البايرز. طيب باختصار شديد كده انا كنت بقول ان العلامة التانية شبيهة جدا او هي تعتبر نفسها للعلامة التالتة، لان المومنتم يعني مومنتم السيلرز ده يعتبر شمعة قوية جدا، يعتبر شمعة واحدة قوية جدا على فريم أكبر من ال5 دقايق. فهي دي الفكرة، إن العلامة التانية والتالتة يعتبروا نفس العلامة. ولكن أنا عايز أنبه عليك على حاجة كويسة جدا. بالنسبة من خلال خبرتي، فأنا ما بقدرش أعتمد اعتماد كامل على ليفل أو على SNR غير بأول علامة فقط. يعني أنا ما أقدرش أعتمد على SNR اعتماد اللي يخليني أول لما السعر يوصل لل SNR ده أدخل صفقة، لأني متوقع انعكاس غير بأول علامة فقط، وهو إن السعر ينعكس من نفس ال SNR ده على الأقل 3 مرات. طيب أنا ليه بقول كده؟ بقول كده لأن أحيانا بالنسبة للتداول الخاص بينا احنا بنتداول على فريم الدقيقة أو ال5 دقايق، ففي حاجة اسمها النويز. يعني ايه النويز؟ يعني الضوضاء بتاعة السوق. فممكن يتكون عندي مثلا مومنتم، تمام، ولكن المومنتم ده في الحقيقة هي عبارة عن نويز أو عبارة عن حركة بسيطة جدا، ولكن لأن احنا بنتداول على فريمات بسيطة وفريمات صغيرة جدا فبتبان عندنا كأنها حركة قوية جدا. تمام. فاللي انا اقدر اعتمد عليه على الفريمات الصغيرة اللي احنا بنتداول عليها، لان احنا مش بنتداول فوركس، احنا بنتداول خيارات ابتدائية. فاللي اقدر اعتمد عليه او الليفلات اللي اقدر اعتمد عليها هو الليفلات اللي هي الليفلات اللي بينعكس السوق من عليها 3 مرات على الاقل او اكتر. طبعا ممكن لو نفس الليفل اللي انا، يعني انا لاحظت مثلا ان انا عندي هنا في ليفل. تمام. تمام. عندي هنا في ليفل واضح. جميل. طيب الليفل ده السوق انعكس منه مرة وبعد كده كسره وبعد كده وصل له مرة تانية انعكس منه وبعد كده انعكس منه مرة تالتة. كويس. أنا عندي هنا ليفل ممكن أعتمد عليه انعكس منه السوق 3 مرات. طيب لو عندي في انعكاس من الانعكاسات دي حصل دخول لمومنتم أو حصل دخول لشمعة قوية، ده كويس جدا. ساعتها ده أقدر أستفيد منه ويأكد لي أكتر إن ال SNR أو الليفل ده ليفل قوي. أنا كده خلصت المحاضرة الأولى، أتمنى تكونوا استفدتوا. طيب قبل ما نختم المحاضرة، أنا دلوقتي عايز أرسم ليفل وأنتظر أشوف هل السعر هيوصل وهينعكس منه أكتر من مرة ولا لأ. طيب لما بتيجي ترسم ليفل وأنت لسه مش متأكد من قوته، يعني مثلا أنا عندي هنا في منطقة انعكس منها السعر مرتين، يعني أنا ممكن أرسم ليفل هنا ولكن أنا ما زلت مش متأكد من قوته. رسمت الليفل بالشكل ده. طيب ممتاز.
انا لما رسمت الليفل بالشكل ده انا مش متأكد من قوته، هخلي الليفل باللون الازرق زي ما هو. انا عايز اتأكد من قوة الليفل ده، ممكن ارجع ابدأ ابحث على الليفل ده وابحث هل هو فعلا السوق انعكس منه ولا لا. طبعا انا مش هفضل ارجع سنتين لورا، انا مجرد برجع على قد ما اقدر، وبعد كده لو ما لقيتش انعكاس قريب خلاص هسيب الليفل باللون الازرق لحد ما اتاكد من قوته لو السعر رجع له مره تانية وانعكس منه. انا عندي الليفل رسمته من نقطتين انعكس منهم السعر. لاحظ هنا ده يعتبر انعكاس من نفس الليفل. لاحظ دي للشمعة وصل الليفل وبعد كده حصل انعكاس، يبقى ده يعتبر تالت انعكاس بالنسبة لي، يعني ده يعتبر ليفل قوي. لاحظ هنا حصل هبوط قوي وحصل دخول لشمعة قوية جدا للبايرز من نفس الليفل، وحصل عندي هنا انعكاس قوي جدا من نفس الليفل، وهنا برضو حصل انعكاس. يبقى انا كده خلاص اتأكدت ان الليفل ده ليفل قوي جدا، وهو ليفل قريب للسعر الحالي على الزوج اللي انا بتداول عليه. ممكن اقوم مغير لون الليفل بالشكل ده بحيث ان انا منساش او ما اضطرش ارجع لورا تاني وارجع اتاكد هل الليفل ده فعلا ليفل قوي ولا لا. يبقى انا حددت الليفل ده باللون الاحمر، انا خلاص رجعت ورا مره واحده واتاكدت ان ده ليفل قوي. هفضل سايبه كده، لو السعر رجع له في وقت من الاوقات ممكن ساعتها اتوقع انعكاس في السعر. طيب بالنسبه للتطبيق، التطبيق يا جماعه بالنسبه للناس المبتدئه، انت بعد المحاضره هتفتح الشرط او الرسم البياني على اي منصة انت بتتداول عليها، سواء اي كي اوبشن او اولمب تريد، وهتبدأ يعني مثلا ده الشكل اللي قدامك او ده شكل السوق اللي قدامك. هتبدأ تحدد اقرب ليفل للسعر، اقرب ليفل للسعر. تمام، ده اقرب ليفل بالنسبة لي للسعر. تمام، هبدأ احدده بالشكل ده. طيب بعد ما هتحدد الليفل ده هتبدأ تتأكد من قوة الليفل. عندي انعكاس تاني، عندي انعكاس تالت، عندي انعكاس رابع. خلي بالك هنا في كسر، ولكن برضو حتى قبل الكسر بعد ما الشمعة بتاعت السيلرز وصلت للليفل حصل دخول للبايرز، وبعد كده حصل انعكاس، يعني برضو حصل دخول للبايرز من نفس الليفل لأنه ليفل قوي عكس السوق أكتر من مرة. تمام، يبقى أنا كده اتأكدت من الليفل. ممكن أغير لونه باللون الأحمر، ولكن مش هعرف أغير لونه لأن النت فيه مشكلة حاليا. مفيش مشكلة، هغير لونه باللون الأحمر، وبعد كده هنتظر السعر يوصل. أنا مش هتداول، أنا مجرد بمرن إيدي وبمرن عيني على رسم الليفلات القوية، وهبدأ أنتظر أشوف السعر بعد ما يوصل للليفل ده. لو وصله هيبقى رد فعل السعر ازاي؟ هل السعر فعلا هينعكس زي ما احنا متوقعين، ولا هل السعر هيبدأ في اختراق الليفل ده؟ هتبدأ تعمل كده على الأقل ساعة بعد المحاضرة، وحاول تخلي الموضوع ده روتين يومي بالنسبة لك. يعني حاول تخلي كل يوم في على الأقل ربع ساعة أو نص ساعة بتفتح الشرط، ما بتعملش أي حاجة غير إن أنت بترسم ليفلات وبتراقب حركة السوق عند الليفلات، هل فعلا بيحصل انعكاسات على الليفل اللي أنت رسمه ولا لأ. لو قعدت تعمل الموضوع ده لمدة مش طويلة، يعني لمدة مثلا أسبوعين أو 3 أسابيع، هتلاحظ فرق كبير جدا. وهتلاحظ إن أنت أصلا مجرد بالطريقة دي ومجرد إنك عرفت ترسم ليفل قوي وتعتمد عليه، أنت أصلا ممكن تتداول بشكل سليم جدا بمجرد المعلومة دي. أنت مش محتاج تعرف كل المعلومات عشان تقدر تتداول. أنا أعرف ناس كتير جدا بتتداول بطريقة واحدة فقط، وأغلبهم بيتداولوا بالطريقة دي. هي الفكرة كلها في الصبر وفي بعض التدريب وبعض العلم، هتقدر تتداول بشكل سليم. أشوفكم المحاضرة الجديدة بإذن الله. مع السلامة.